هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قضاش على بني اسرائيل مره واحده زي الاقوام السابقه؟ هم شافوا معجزات كتير محدش غيرهم شافها. ده سؤال مهم جالي ومحتاجين ان احنا نقف عنده. بس هو مين قال ان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش هيقضي عليهم مره واحده؟ لولا ايمانهم والعهد اللي ربنا سبحانه وتعالى اخده عليهم كانت قضى عليهم مره واحده. ودي قصه الايه الجديده، ودي الحلقه السابعه من حلقات سوره البقره. استكمالا لقصه بني اسرائيل في سوره البقره، ربنا سبحانه وتعالى بيرجع تاني يفكرهم بنعمه كبيره جدا حصلت لهم وحصلت لاجدادهم واسلافهم. بيفكر اليهود اللي عايشين مع الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه بالنعمه الكبيره اللي حصلت لهم وكشفت عنهم العذاب. زي ما حكينا في الحلقات اللي فاتت وفي حلقه فتنه العجل، لما سيدنا موسى عليه السلام رجع من ميقات ربه، الميعاد اللي كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى معاه الالواح اللي فيها التوراه، قال لبني اسرائيل ساعتها خذوها وامنوا بيها واعملوا بالاوامر والتكاليف اللي فيها. ساعتها بني اسرائيل صعبت عليهم التكاليف دي وقالوا لسيدنا موسى لا احنا مش هنؤمن بيك، ومن ياخذه بامرك انت او بقولك انت؟ مين اللي هياخد الكلام ده بكلامك انت وبقولك انت؟ لا احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى نشوفه بعيننا وهو اللي يقول لنا هذا كتابي فخذوه، ساعتها هناخده. ساعتها زي ما قلنا الصاعقه جت وماتوا كلهم، وربنا سبحانه وتعالى بعدها احياهم علشان يديهم فرصه ثانيه للايمان، ودليل اهو كبير على وجود ربنا سبحانه وتعالى وانه سامعهم. فساعتها سيدنا موسى قال لهم هو ايه اللي حصل؟ قالوا له تقريبا متنا ورجعنا، ايه يعني؟ فساعتها سيدنا موسى رجع قال لهم خلاص خدوا الكتاب امنوا. قالوا له لا. هنا بقى كانت الفرصه خلاص خلصت. فساعتها ربنا سبحانه وتعالى ارسل الملائكه شالت الجبل من مكانه، الطور اللي هو الجبل، يقال ان هو الجبل اللي ربنا سبحانه وتعالى ناجى عليه سيدنا موسى، ويقال ان هو جبل الطور اسمه كده، وفي اللي قال ان اي جبال نبتت من الارض طلع شويه من الارض يسمى الطور، والله اعلى واعلم. فساعتها ربنا سبحانه وتعالى ارسل الملائكه شالت الجبل من مكانه، حركته وهزته كده وهترمي بيه، يسمى كده نطقت الجبل. شالت الجبل فوق بني اسرائيل كانه سحابه ظل عليهم. وفي قول اخر في سوره الاعراف نطقت الجبل يعني شالت الجبل محركته من مكانه. وساعتها الملائكه سالت بني اسرائيل شايفين ايه ده؟ اتعرفون هذا؟ ساعتها بني اسرائيل بصت وخافت كده وقالت هذا الطور، ده الجبل. فساعتها قال لهم خذوا الكتاب عليكم بالميثاق والا قذفناه عليكم، حدفناكم بيه، هيتقضي عليكم. ربنا سبحانه وتعالى اهو خيرهم بين الايمان او العذاب زي الاقوام السابقه. هتاخدوا الكتاب انكم هتحلفوا على ان انتم ما تضيعوش العهد ده ابدا ولا الكتاب وتعملوا بما فيه. فساعتها بني اسرائيل خافت وبصت وافتكرت ان خلاص الجبل